السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ أول كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله بإذن الله أكلة شتوية كده. كل سنة وانتم طيبين، احنا في الصيام رجب. النهاردة بإذن الله نعمل لهم الأكلة المعتادة على الشعب المصري كله طبعا في الشتاء. هنعملها بإذن الله، نفطر بيها النهاردة مع بعض، وإن شاء الله ربنا يجعله شهر سعيد علينا، ويجيب علينا شهر رمضان بإذن الله بالخير. وتعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. هنعمل هنعمل مع بعض النهارده محشي كرنب ان شاء الله. وادي الكرنبايه لسه عملناش فيها اي حاجه خالص. وادي الفرخه انا برضو مجهزاها، بس هي كانت عندي يعني انا مطلعاها من الفريزر مغسوله ونضيفه كل حاجه، نولع عليها بس. ولعت بقى دلوقتي على حله فيها ميه، وهنشوف بقى نسلق اول حاجه الكرنبه مع بعض. بصوا الحله اهي، بخار ما شاء الله. الحله هي حاطين فيها ميه، لسه بقى نحط لها ملح وكمون عشان ريحه الكرنب تبقى ايه حلوه. هنحط له ايه ربع معلقه كده ونص معلقه من الكمون، ونحط ملح. حطيت اهو الكمون وشويه ملح. الكرنب بقى هقطعها وافرغها كده، واخد منها ورقه ورقه او ورقتين ورقتين. في ناس بتحطها كلها في الحله زي ما تاخد، بس هي مش هتيجي في الحله، يعني دي اكبر حله ومش هتيجي عندي فيها. فهفرغها بقى، واحط بقى ايه على قد ما تاخد، ورقتين ثلاثه كده لغايه ما ايه نسلقها كلها. حطينا اهو، قطعت منه بقى شلت منه الراس من فوق، وحطيت اهو منه بقى على قد ما خدت ايه الحله. وايه وهنسلقه ياخد غلوتين كده ويغير لونه شويه. بصوا، وبعدين نطلعه بقى ايه على صينيه كبيره او على مصفى زي ما تحبي. بص انا بس يا ماما، بصي وانا شلت الراس بتاعتها اهي اللي هنا، وطلعها بقى ورقه ورقه كده زي ما انتم شايفين. بصوا، في ناس بتقولك انه بتقطع، هو فعلا لما بتحط الكرنبايه كلها بتبقى احسن، بس انا بطلعها يعني واحده واحده، بس عشان بقى اللي زي حالاتي ما عندوش مكان، ولا الحاله الكبيره اللي تاخده يعني، فعادي يعني هنتصرف وهنسلقها برضو. بصي بقى اهو اتسلق، بصوا لونه غير كده معايا، انتوا شايفين كده. طلعته بقى على صينيه اهو، بوسعه بعيد عن بعضه عشان ايه يتهوى، ما يبقاش فوق بعضه كده، وايه ويكمل سوايه، فاهمين اهو. ونكمل بقى نحط ايه بقيه الايه الكميه. بص خلصت اهو الكرنب كله، سلقته وخلصت سليقه. هنسلق بقى الطماطم عشان نسبكها، نعمل بقى التخديعه بتبقى اسرع لما تتسلق. و... وهنغسل الخضره ونولع بقى على ايه الحله، نعمل ميه سخنه عشان نسلق بقى الفرخه. بص بقى ايه الطماطم ولعت عليها اهي، غسلتها ولعت عليها تتسلق عشان يبقى التسبيكي على طول. وادي الحله الكبيره اهي ولعت عليها علشان نعمل الشوربه للفراخ، عشان بعد كده نقعد بقى ايه نحشي ان شاء الله، نعمل التخديع بقى ونحشي. انتوا عارفين بقى، كل سنه وانتم طيبين. وقت الصيام ضيق، الوقت ضيق قوي، انا مش عارفه، تحس ان اليوم او الوقت بيجري معاكي بسرعه، تحس ان عايزه تخلصي. طبعا الفطار المغرب بيأذن على 5:15، فمفيش وقت، انت فاهمه فاهمين، فمفيش وقت. فان شاء الله باذن الله نخلص. خلصنا اهو فان شاء الله باذن الله احنا خلاص خلصنا يعتبر اهو. هغسل بقى الخضره واقطعها، ونخلص اول ما الطماطم بتاعتي تتسلق شويه كده، هقوم على طول عامله ان شاء الله التسبيكه ونحشي باذن الله. عايزين كمان يا بنات ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلها سنه سعيده. انا بذكركم، يعني انا اختكم وصاحبتكم، وكلنا بننسى، كلنا بنسهى، كلنا بنشغل، بس مش عايزين نشغل على ذكر الله وعلى الصلاة، وعلى ان انت تواظبي على الاذكار. ولو ورد واحد بس كده، تعملي ورد لنفسك كل يوم، انك تقرأي في المصحف على قد ما تقدري. عارفة ان احنا يومنا بأمانة محتاج 100 يوم على بعضه عشان يخلص. وبس برضو الواحد لازم يبقى ليه الحتة اللي هي بتاعت ذكر ربنا دي، نعمل وقت حتى معين. لو بتعملي حاجة ووطيتي عليها ورحتي صليتي مش هيحصل اي حاجة. لو كل يوم الصبح اول ما تصحي كده ان انت مثلا تقومي تصلي وتقولي الاذكار بتاعتك، وتقري اي اللي تقدري تقرايه من القرآن. الحاجات دي كلها بتقربنا جدا من ربنا، وبتهدينا، وبتصلح حالنا وحال بيوتنا، وبتجعل في بيتنا الخير والبركة. انا بكلمكم وانا
برضو بقول لنفسي نفس الكلام والله العظيم، واقعد اقول لا ما خليش حاجه تشغلني، مع اني بيبقى عندي حاجات كتيره. يعني ممكن ابسط حاجه سليم ساعات بيقلب دماغي مره واحده، واستغفر الله العظيم بلاقي نفسي سهيت وابص الاقي اذان جه على اذان. برضو بحاول ان انا اقول لا ما تكسليش، قومي هاتي قومي صلي. ربنا غفور رحيم، لان انا برضو زي اي حد كلنا بنتلخم، والعيال والبيت والاكل، وعايزه تخلصي ده وتخلصي ده. بس برضو لازم في الاخر ان احنا نبقى يعني في اخر اليوم عارفين ان احنا الحمد لله زي ما خلصنا كل الالتزامات اللي ورانا، خلصنا برضو كل الفروض اللي ورانا. صدقوني بتفرق قوي، بتفرق كتير. انا بكلمكم، ويمكن انا من الناس اللي كانت ناس بتقطع، انا من الناس اللي كانت بتقطع في الصلاه، ولكن بحاول برضو على قد ما اقدر اقول لا، ولازم اصلي، لان الصلاه دي بتهدي وبتصلح حالك وبترزق وبتشيل الكرب وبتعمل وبتشيل الخنقه. الواحد ساعات الناس كلها دلوقتي بقى عندها الخنقه والضيقه على طول دي، من غير سبب. مش هقولك باسباب بقى، لا، من غير سبب. ولكن الواحد بقى لما بيحس بكده بيقوم يصلي، يصلي قيام ليل، يصلي ركعتين لله، يقرأ قرآن، يسبح، سبحي كتير على قد ما تقدري. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كتير 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 على قد ما تقدري. كل حاجه على قد ما تقدري، لان ربنا يعني العباده ليه كتيره وحاجات كتيره، بس احنا اللي في حاجه بنتلهي، في حاجه اسمها لهو. فاللهو ده اللي احنا بنتلهي في حياتنا، حياتنا العامة يعني. كل حاجة بقى، الطلبات والبيت والعيال، واللي عايزة اجيب وعايزة اخلص. لا، زي ما انا لسه كنت بقول لكم، ده الوقت قصير واحنا عايزين نخلص الفطار عشان المغرب بيأذن الساعة 5:15 ومش بس برضو الواحد لازم يعمل لا استوب لنفسك كده. اصلي فرض ربنا، مش هياخد دقايق وارجع تاني اكمل. ربنا يديني بركة في وقتي وبركة في يومي وبركة في أكلي وفي أي حاجة بتعمليها. فأنا مش بنصحكم والله، ويعني مش بقول لكم تعملوا أو حاجة، لا، بس أنا بقول اللي عن تجربتي أنا الشخصية، وأنا عشان بحبكم كلكم اخواتي وكلكم صحابي. فحبيت بس اعرفكم الحته دي، ان بجد الصلاه وقراءه القران والاذكار بتفرق كتير جدا جدا مع اي حد. وانا من الناس بقول لكم تاني اللي كانت بتقطع برضو في الحاجات دي، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اعافر مع نفسي، اقول لا اسيب مثلا كذا واقوم اعمل، لا اسيب ده واقوم اعمل. وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، وربنا يهدينا ويهدي عيالنا يا رب، وينجحهم ان شاء الله، ويصلح حال الجميع باذن الله. نكمل بقى، انا كده هوقف واقوم بقى اصلي الظهر، عقبال ما الحاجه اللي على النار زي ما احنا شفناها ايه تخلص، ونكمل بقيه الاكل مع بعض. عندي هنا الميه اللي مولعه عليها عشان اعمل بقى الشوربه، نحط فيها الفراخ يعني. جهزت حاجات الشوربه اهي، بحط بصلايه وورق لوري وفصين كده من الحبهان، ونص طماطمايه لو كبيره او طماطمايه صغيره، وشويه فلفل اسود، والملح بنحطه لما برضو بتكمل سواها، او عايزه تحطيه في الاول حطيه. انا عامه بحب احطه قبل لما تكون استوت واديها غلوه بيه وخلاص. هنحط الحاجات دي بقى في الشوربه. خلاص حطيت الفرخه بتاعتي اهي، هنسيبها بقى على النار براحتها ونغطيها سواها براحتها. بص على الطماطم عندنا، شايفين القشره بقى بتشرب من عليها اهي، دخلت في السلق اهي. انا عايزاها تتسلق برضو ايه معايا حلو، عشان بصوا خلاص القشره بتشرب من عليها اهي. بصوا هشفي عليها بس بقى تبرد شويه، عقبال ما اجهز بقى بقيت حاجه الايه التسبيكه او التغذيه بتاعت ايه المحشي. يا بنات انا غسلت الخضره ونضفتها، اقعد بقى اقطعها، وبعد كده ان شاء الله نخدع ونعمل الطماطم زي ما احنا شفناها مع بعض، اتسلقت كويس نضربها في الخلاط ونعمل لها تسبيكه ان شاء الله. نخرط بس ايه بقيه الخضره، والفراخ خلاص بتتسلق. بصي انا قطعت البصل اهو، وهبدا بقى ان انا اعمل التخديعه. وعندي هنا الفراخ اهي شغاله تتسلق، ونجهز بقى في التخديعه. نضرب القوطه، وانا خلاص قطعت الخضره. نحمر بقى البصله، بعدين نكمل بقيه التغذيه بتاعتنا. هي ان شاء الله مش هتاخد وقت علشان اصلا الطماطم مسلوقه، يعني مش هتاخد وقت باذن الله في التسبيك.
بصوا يا جماعه بنحمر بقى في البصله زي ما انتم شايفين لغايه ما لونها يحمر كده معايا. واسفه بقى على الاضاءه عشان النور قطع. وانا ما كملتش بقيه ضرب الطماطم في الخلاط. مش عارفه اعمل ايه حقيقه تانية. بصوا كان لسه باقي الطماطم دي، المفروض ان انا كنت لسه هضربها بعد ما اخلص اللي انا ضربتها في الخلاط. فطبعا مش عارفه اضربها طبعا، يعني هكتفي بقى بالحبه اللي اتضربوا عشان اخلص. هعمل ايه؟ لازم ننجز، فمش هينفع استنى، مش عارفه اصلا لسه هيجي امتى. فهنكمل عادي ده اللي احنا عملناه. البصله احمرت معايا، هنجيب بقى شويه خضره كده وننزل عليها ونشوحها معاها. خدنا كميه البصل كده الخضره واشوحها مع البصله لغايه ما ريحتها تطلع كده معايا. التركية دي على فكره بتطلع المحشي طعمه حلو قوي. هننزل بقى عليها بالطماطم. ايه المفروض ان انا هنزل هنا بقرن فلفل حراق، يا اما يعني ايه معلقه نص معلقه وربع معلقه كده من هريسه الشطه بتاعتنا العاديه. حط حاجه بسيطه يعني كده عشان تدينا يعني ايه سنه حراره كده في المحشي بيبقى حلو. بس انا مش هحط علشان سليم، فانا هعمل الاول التغذيه عادي خالص، وبعد ما اخد له حبه عشان اعمل له شويه رز كده هبقى احط بعد كده بقى انا مع نفسي السنه كده من الهريسه عشان تديني ايه حاجه بسيطه كده من الحراره في المحشي. لما بيبقى بصراحه عادم كده ما فيهوش اي حاجه من الشطه بحس ان هو مش حلو. برده ما بخلوش حراق قوي يعني عشان الولاد يعرفوا ياكلوا منه، يبقى حاجه بسيطه بس. هنزل بقى دي احنا ضربناها هنا، هم دول لحقوا اتضربوا يعني. هما بحطهم على الخضره. بصوا بقى لما بتبقى القوطه مسلوقه قبل ما نضربها، بصوا مش هتاخد معايا تسبيك كتير ان شاء الله باذن الله. حطيت بقى معلقتين من معجون الطماطم من الصلصه يعني اهو. نسيبها بقى ايه تسبك، لما تسبك شويه طيب هنحط لها بقيه الحاجات اللي هنحط لها بقى البهارات والحاجات اللي انا هظبطها بيها بس بقى الصلصه عندنا اتسبكت اهي، ما خدتش اصلا وقت خالص. بصوا علشان زي ما احنا قلنا احنا ايه سالقين الطماطم، فما خدتش معايا وقت خالص، نجزت معايا بصراحه كتير. حطيت بقى انا الحاجه بتاعتي اللي هنحطها، حطيت فلفل اسود وكمون وملح، وحطيت اهي بصوا حاجه بسيطه من الهريسه ومكعب مرقه ورشه ملح ورشه سكر. لازم في اي صلصه نحط رشه كده من السكر علشان نعدل الحموضه ما تتعبش معدتنا وتعمل حرقان والكلام ده. تمام. حطينا ملح ورشه فلفل اسود وحطينا كمون ومكعب مرقه وحطيت سنه الهريسه اللي انا حطيتها. انا شلت خلاص اصلا هما بصوا شلت دول اهم بسليم حاجه بسيطه. هعمل له بس شويه رز صغننين ياكل بيهم. وهنزل بقى ببيت الخضره اهي اقلبها بالصلصه. نظبط بقى ملحها وننزل بقى بايه بالرز. حطيت رشه كمان كده من ايه من السبع بهارات، رشه كده حسب برضو اللي انتي بتحبيه، بس هي الاساسي في التخديع ما بحبش ازود عنه هو الكمون والفلفل الاسود مكعب مرقه والملح بس. تحطي طبعا زي ما قلت رشه السكر عشان اعادل حموضه الطماطم. حابه تحطي رشه سبع بهارات براحتك، انا حطيت المره دي رشه كده من السبع بهارات. بصوا خدت من التخديعه معلقتين 3 معالق كده في الطبق ده، هنقول لكم في الاخر هعمل بيهم ايه. واحط بقى على دول الرز. بس بقى حطيت الرز وقلبته، انا لسه مولعه النار على فكره على الهادي خالص، بديله تشويحه على النار عشان يشرب من الصلصه كده. وانا بحب بصوا تبقى قطه كتيره ويبقى احمر، بحبه كده قوي في المحشي بيطلعه جميل ما شاء الله. وزودت بقى حطيت معلقه بس من الزيت، شايفين الرز بصوا بيلمع ازاي
بس البخار عشان بيطلعه بقى مفلفل في قلب الصباع كده مش معجن. وظبطت بقى زي ما قلت لكم ملحه، اديله بس تقلبتين على النار. انا مطيه يعني، انا مولعه النار بس مطيه قوي. اديله تقلبتين كده بالرز والصلصه وخلاص. حاطين بقى كل حاجه، الخضره وحاطين الملح والبهارات كده، ان احنا هنقعد على طول نحشي على طول ان شاء الله. الفرخه اهي دخلت برده في سوا، وحطيت لها الشوربه وقعدت عليها سيبها تاخد برده سوا شويه كمان. وش بقى ايه، ابدا ان نحشي. بصوا بقى انا جهزت كل حاجه، هقعد بقى احشي المحشي انا مع نفسي. طبعا معلش بقى على الاضاءه عشان انا النور قاطع، انا مولعه لكم الكشافين عشان اصور كده. بصوا بقى انا حشيت دول، حشيت الحله دي كده، محبتش اكبسها قوي، حشيت بس على قد الحبه دول. ولسه في ورق تاني وفي رز تاني، بس انا هولع على دول علشان يستوي يعني، عشان الاذان، عشان نلحق نفطر بيهم. هعمل لهم بقى الشوربه واسقيهم واولع عليهم. بصوا بقى الشوربه اللي انا جهزتها عشان اسقي بيها المحشي. حطيت بقى، تحطي طبعا الشوربه على حسب كميه المحشي اللي معاكي. انت ما بتغطيهوش، انت بتخليه العقل الصباع واقل كمان من الشوربه. حطيت هنا شوربه ومكعب مرقه والصلصه اللي انا كنت قايله لكم عليها، لكبايه من تخديعه المحشي اللي خدت منها 3 معالق وشلتها. حطيت منها، خدت معلقتين كده وخليت معلقه عشان بقيه المحشي اللي لسه هسويه. وحطيت مكعب مرقه وشويه من الملح، ظبطت ملحها بزياده يعني عشان يحدق معايا المحشي. وحطيت مكعب من المرقه ورشه من الفلفل الاسود. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا هو ده اللي بيدي اللون، بيخلي المحشي محمر كده وشكله حلو، وطبعا بيدي طعم كمان حلو قوي. غير ان احنا برضو حاطين الصلصه ما شاء الله في الرز. بصوا زي ما انتم شايفين كده، صلصته حلوه يعني. هنسقيه بقى، بسم الله. بصوا اتفرجوا كده بعد ما سقيته، بسم الله ما شاء الله. بصوا شربته اهو. بنهز الحله كده علشان ايه، الميه او الشوربه تبقى حوالين المحشي كله، مش كلها من على الوش وما يستويش من تحت. بنهزها هزه كده بس وخلاص. هنحطه بقى على النار ونسيبه يستوي. حطيناه على النار وشغلت النار عليه اهو. هنسيبه بقى يغلي، ياخد غلوته كده، يبقى يغلي مع نفسه كده لغايه ما نشم ريحته كده، او نسمع صوت ان الغليان بتاعه، صوت الغليان بتاعه بتاع الشوربه بدا يقف وبدا يقل. خلاص كده بيبقى اتشرب. بنوطي عليه زي الرز كده ونسيبه بقى يستوي براحته. ملوخيه جبتها وغسلتها زي ما انتم شايفين كده. في بقى حركه حلوه كده بعملها بتسهل عليا ان انا اقعد بقى اخرط واعمل الكلام ده. احط عليها شويه ميه سخنه كده من الكتل بس كده، بخار. وبعد كده هنقلبها بقى. بصوا نقلبها بس تقليبتين في قلب الميه السخنه دي اهي اهي. ونضربها بقى بعد كده في الخلاط. سهله وسريعه وجميله وبتنجز. وانا من الناس اللي ما بتحبش تخريط الملوخيه اصلا. انا من الناس اللي ما بتحبش تخريط الملوخيه، فلما عرفت الطريقه دي صراحه ربنا بقيت اجيب ملوخيه اللي هي الخضره دي لانها جميله جدا اهو. يعني هما دقيقتين بالظبط نضربها بقى في الخلاط. نصفي الميه دي منها برضه، هيبقى فيها حبه ميه نضرب بيها. ما نحطش الميه دي عشان ما تبقاش سايبه معانا، مالهاش دعوه. بنصفيها من الميه ونضربها. بصوا حطيتها في بص صفيتها، حطيتها في الخلاط اهي من غير ميه. بصي بقت ميتها اهي، بقت الميه بتاعتها ما حطيتهاش. تمام. نضربها بقى. بصوا مش ضرب بقى يعني ان احنا نشغل الخلاط ونسيبها، لا بصي بالراحه بالعقل كده. بصي بنعمل بالراحه لغايه ما تحس انها خدت ايه، الضربه الناعمه اللي احنا عايزينها. مش اشغل الخلاط واسيبها تعملها عصير، لا هنضرب بالراحه كده لغايه ما احس انها اتضربت الضربه اللي هي يعتبر زي كاننا خرطناها بس. بصوا اهي ضربت اهي. بصي كاننا خرطينها بالظبط، سنه سنه كده لغايه ما تاخد الطحنه دي. مش هسيبها لما تطحن قوي ولا ازود فيها الميه. تمام.
الشوربه بقى اهي. اهم حاجه تكون الشوربه حطيتيها على النار وخدت معاكي غلوه زي كده، تكون سخنه، وتنزلي عليها بقى ايه الملوخيه اهي. بصوا بقى شايفين، بسم الله ما شاء الله، خضارها وقوامها كأنك خرطاها. بصوا جميله سهله وسريعه. خلصنا خلاص الملوخيه، ظبطت شربتها وحطيت لها مكعب من المرقه اهو. بس مش هنغلي فيها كتير، هنشيلها بقى من على النار. وجايز لها بقى ايه الطشه بتاعتها. حطيت هنا معلقه سمنه اهو، وحطيت كمان معلقه كده من الثوم كبيره اهو. ونقلب بقى في الثومه لغايه ما ايه تاخد لون معانا. حط بقى هنا كزبره لازم بس الملوخيه. حط بتاع معلقه صغيره كده برضه، ما تزوديش فيها قوي عشان ما تغمقش التومه قوي معاكي. بس لازم تحطي يعني علشان هي ايه، هي اللي بتحلي الطشه جميله قوي، بتدي طعم حلو. بصوا اهو شايفين التومه خدت لون اهو. هنزل بقى بالملوخيه. الله الله، شايفين بسم الله ما شاء الله، احلى ملوخيه تاكلوها بألف هنا. بس كده تمام قوي، خلصنا الملوخيه. وده المحشي استوى معانا، شايفين ما شاء الله الله اكبر عليه. بصوا بس بكده نكون خلصنا كل الاكل المحشي. بصوا زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله اكبر عليه. الفراخ وملوخيه خلصنا كده بقى، هنروح نفطر. عملنا كمان عصير فراوله باللبن. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. ومتنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد من قناتي.